السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتاخرت عليكم كتير، عارفه. انا مقصره جدا في القناه دي لاني شغلت في القناه التانية، قناتي التانية امونه كاتشن، يا ريت تتابعوني عليها. النهارده هعمل لكم وصفه جميله جدا من السمك الماكريل. السمك الماكريل مفيد جدا، مليان معادن، وكمان كله اوميجا 3. يا ريت نجربه ونعمله كل اسبوع، لان اولادنا محتاجين الاوميجا 3. واحنا كمان محتاجين الاوميجا 3. بجد الاحلى سمكة. هتلاقي فيها فيتامين كويس جدا، وهتلاقي فيها سعرات قليلة. اللي بيعمل دايت ياكل منه مرتين في الاسبوع. الطريقة حلوة جدا وسهلة. هتجيبي السمك تنضفيه كويس جدا، كلنا شاطرين نعرف ننضف السمك كويس. بستخلص من الراس خالص، بتخلص منها وبغسله تحت مية جارية كده بالفرشة السنسلة، وانضفها جدا جدا. بخليه ابيض زي القشطة زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد ما بخلصه بتبله، وان شاء الله هنشوف التتبيلة مع بعض وهنشوف كل حاجة مع بعض. همسكه الاول كده زي ما هتشوفوا. هفتح له كده فتحات من ناحية واحدة، مش من ناحيتين. حابة تفتحي الناحيتين تمام، بس أنا بفضل نفتح من ناحية واحدة بس، علشان التتبيلة تدخل جوه لحمة السمكة. حطيت قرن فلفل ومعلقة من التوم أنا مفرزاه، ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة ومعلقة نص معلقة من فلفل أسود، بتدي ريحة حلوة جدا. عصرة ليمونة، وكمان معلقة من الخل. هتبل السمكة كويس جدا جدا، وفي الفتحات كمان هتبلها، وهسيبها في التتبيلة ديت لمدة ساعة، نص ساعة، على بال ما نخلص الخضار اللي هنعمله في طاجن السمك. معايا بقى ايه؟ معايا بصل شرايح، معايا فلفل الوان، الفلفل ده انا مفرزاه، ومعايا طماطم، ومعايا شرايح ليمون. البصله بقى التكه اللي هتخلي لك الطاجن ده مسكر وطعمه جميل جدا وهتحبيه جدا. ملح وفلفل اسود، تدعكي كويس جدا البصله. البصلة دي هتدي طعم وريحة. الدعكة دي بالذات هتديها طعم وريحة حلوة جدا. تتبيلة روعة، تتبيلة هايلة، تتبيلة حلوة جدا، وهتخلي طعم الطاجن جميل. وهتجربيها وهتدعيلي. عايزه اقول لكم حبايبي، الطريقه دي ممكن تعمليها في السمك البوري، تعمليها في سمك البلطي، تعمليها في اي نوع من انواع السمك. طاجن السمك ده اي نوع ممكن تعمليه. كده انا خلصت كده السمك تبلته، والخضار تبلته كمان. حطيت فيه معلقه من الدقه اللي تبلتي بيها السمك، وقلبته كويس جدا. شايفين انا ما حطيتش زيت خالص ولا اي ماده دهنيه، لان السمكه دي اصلا سمكه سمينه، مليانه معادن، مليانه اوميجا 3، حلوه جدا جدا، فوائدها حلوه. ويا ريت كمان اللي حابب يدخل كده على جوجل ويشوف فوائد السمك الماكريل. وكمان رصيته كده شرايح الليمون. ما تخافوش، مش هتدي مرارة ولا حاجة خالص خالص، بس بتدي شكل جميل وريحة روعة. ما بتخليش ريحة زفارة، رغم ان انا والله دلوقتي وانا شامة الريحة في منتهى الجمال، مفيش اي زفارة خالص. هنا بقى في تكة معلقة صلصة ومعلقة زيت، يعني طاجن السمك ده كله هينعمل بمعلقة زيت واحدة. شايفين بقى السمك ده صحي قد ايه؟ لما هناكله كده مع حبة رز، الوجبة بتاعتنا 4 معالق رز مع طبق خضار السلطة الجميل، هيبقى تحفة. بس اوعي تاكلي رز مع عيش، هو يا اما قطعة العيش نص الرغيف اللي محسوب سعراته معاكي في الدايت، او لو بتاكلي زي كده اكل صحي واخده بالك كده من الاكل الصحي. انا باخد 4 معالق رز على سمكية وطبق سلطة. ولو هاكله بعيش يبقى هاخد نص رغيف اللي هو الاسمر، او العيش اللي انا بعمله بالشوفان، وكمان طبق سلطة وواحدة من السمكة. الوجبة غدا مشبعة جدا جدا ومغذية وصحية وهايلة. يعني شايفين طاجن السمك عملته معلقة زيت، معلقة زيت، وممكن كنت استغنى عنها كمان لان السمكية دي سمينة. انا قصدي من دهنة الصلصة دي السمكة هتحمر كده وتدي لون احمر جميل، بدل ما تتحرق في الفرن وبدل ما تدينا اللون الابيض. لا، انا بحب السمكه كده تكون محمره. السمكه دي ولا مقليه ولا مشويه، هو طاجن جميل ريحته جميله جدا جدا جدا. شايفين معلقه الصلصه اللي فاضت، دوبت فيها معلقه من الميه عشان تعمل صوص كده للخضار، عشان وانتي بتاكلي بيه مع الرز كده يبقى طعمه جميل. هضيفه كده على الطاجن. والخضار كمان، البصل والطماطم والفلفل هيعطينا كمان صوص. بس ده بقى هيبقى صوص احمر كده مع الرز الابيض، بيبقى حلو قوي. جربي الطريقة دي، انا معتمداها على طول وبيحبوها ولادي بالطريقة دي. طاجن السمك. وفي اوقات كتير كمان بقطع في طاجن الخضار دوت بتاع السمك بطاطساية، يعني ممكن تجيبي بطاطساية شرايح صغيرة كده مع البصل ومع الخضار.
والله بتاكلي البطاطس بالخضار قبل السمكة كمان، بتبقى طعمها روعة. السمكية اصلا مش زفرة، السمكية حلوة، تنضفيها كويس جدا وتعمليها بالطريقة دي، هيبقى طعمها روعة 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 فوق الروعة كمان. شايفين السمكة طلعت ازاي؟ شكلها محمر من معلقة الصلصة ومعلقة الزيت. الفرن حامي عندي، انت ممكن تديها لون اقل من كده، بس هو كده جميلة جدا جدا جدا. هي دي الوجبة اللي بقول لحضراتكم عليها: طبق الرز والسمكية وشوية الخضار مع الليمونة مع طبق سلطة خضراء، فقط لا غير. دي وجبة مشبعة جدا وصحية وهايلة جدا. الوجبة دي حلوة جدا، يا ريت تجربوها وتعملوها بنفس الطريقة دي. شايفين السمكية ما اخدتش ربع ساعة في الفرن، طرية ومستوية، ما خدتش وقت خالص، ولكن كانت طعمها جميل جدا جدا جدا. آه اللي ما تابعنيش بقى يتابعني ويعمل لي اللايك. وكمان على الفيس، على الفيس أمونة كاتشن، وعلى التيك توك أمونة كاتشن، على الانستجرام أمونة كاتشن، على تويتر أمونة كاتشن، وقناتي التانية أمونة كاتشن. يا ريت تتابعوني، بنزل فيها وصفات حلوة كتير. ويا رب تعجبكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين السمكة من جوه، قلبها أبيض جدا، طعمها جميل جدا بجد، سهلة سهلة سهلة. الوصفة روعة وهتعجبكم، وإن شاء الله هتجربوها وهتدولي. هي الوجبة دي ليا أنا، هي وجبتي. شايفين يا جماعة الوجبة صحية، يعني الأكل الصحي مش وحش ومشبع وحلو، بس نعرف هناكل قد إيه وهندخل جسمنا سعرات قد إيه، ونحافظ على الأكلنا الصحي علشان صحتنا. الوصفة دي حلوة جدا لجميع أنواع الدايت، لمرضى السكر. وصفة عادية خالص، سمك ورز وسلطة وخضار، بس ما تضيفيش جنب الرز عيش. ولو مش هتاكلي رز يبقى هتاخدي نص رغيف مع الوجبة دي، نص رغيف اسمر، او العيش الصحي اللي انا عامله لكم مجموعة من العيش كتير جدا على القناة. اتمنى تتابعوني، وان شاء الله هتعجبكم كل وصفاتي. اختكم ايمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.